الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وجعل ترجمان ضميره اللسان ونهاه عن الغيبة به والنميمة والكذب والبهتان. أحمده على ما أولاه من الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الجنان والنجاة من النيران. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن الله تعالى لم يخلقكم عبثا ولن يترككم هملا. عباد الله، من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان بعد الإسلام نعمة اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللسان آلة النطق وأداة البيان، والشاهد على الضمير والترجمان عن الفؤاد به يرد الجواب ويفصل الخطاب وتدرك الحاجات والطلاب. فما أعظمه من نعمة وما أكرمه من قسمة. حده عظيم وخطره جسيم وأثره عميم، يرقى به المرء درجات العز والفخار أو يهوي به في درجات العتب والبوار. بلينكي يا أمة إسلاما يا دير يا دبرتي، ربي كيسن صدادا، ربي فرت إيقادا، نقبروت ربيتي ولا لنا يو إجيتي يا نوم كيسن لي، ربي كيسن صدادا. ربي بلاشن أمني جيتشو بيكا بلاشن هجتمني، تبقى متي ربي تبقى في سنين أمني، إسن أججو في سن أومي وهرّا إسن دوغو في سن أومي. إيغس اللي بلاش ما أكنمت فوضى حفن جيتشو اللي إيادنا وان دلقن الرت جزال لفجر ربي جزانا ما دي بأججون دقتنا. أرى دنيا جرتني ربي كيسن صدادا. عباد الله، من أعظم نعم الله وقردا نعمة ربي كينا نتي أولي إرّا إيغا إسلمنا نوكني شهادة لمن قبني ربي لقوم سني نبي محمد اللي فدني كانني الرب نوكني إسان ولي قلا إسان فيدمنا حاسفني والجلا ياد ولي إبسنا والجلا چقفنا. نعما كن نعما قدا دبتني نما ولي قلون وانجبا وهيتي. ربي ويت نعما في نتلكايتك الربا إجلما إسنين كنني جا الربا إسنين كنني هديهو إسنين كنني تأتين هاسوا أدى نما أنباف نما أدى بافتني ولي قلتني جا. ومن آياته خلق السماوات والأرض. قدنك إياه أن تقوشته وأن أرقسي سرائي سمائي قرداتي أرقتك أنا هجتون دتشي اللي هجتون. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الرب كيسا هاسوا كيسا قنقا كيسا لغا كيسا كوالب لن قدنك الراي بفت كيسا غرغرته لن وأن تقوشماك يكن الراي جاء. عباد الله، اللسان آدة النطق. obboleeyyanki ya arraba jechuun meeshaa haasawaati. meeshaa itti walii galaniini arraba jechuun. ammallee arraba jechuun waan onnee kee keessa jiru khayrii tahee sharrii tahee namni namaa sinaa baloo himee irraa waa beekan arraba keeti. isaan deebii namaa deebifta, isaan haasawa nama dhageessifta, isaan haajaa kee waan barbaadde fixatta. يا نعمة قدا، يا كبج قدا، يا قود بريدا. وانقاري ربين كننو كن الربن وأرأيتين ها سفنو كنا. حده عظيم
qarri isaa immoo waan jabaa wahiiti arrabni ati amma laaltu foon kun jiraahatu sinaani laha ilti'aamu walaa yulta'aamu maa jaraha lisaanu madaan ilkaanin ciniinanii nama madeessan in fayya madaan arrabaa foon jajjaban tahin laafan kuni wanni inni nama madeesse immoo walin qabatu haga umrii jiran namarraa madaan isaa mul'ata yoo laaltu diimaa fooni yoo keessa isaa laaltu inni immoo jawwi bofa nama nyaatu arraba jechuun wa khaxaruhu jasiim wanni isa jala argamu balaan arrabaa balaa guddaa isaan namni sadarkaa jabaa ol kora yoo khayrii ittiin dalagate isaan qilee jahannam keessatti kufan yoo sharrii ittiin dalagan arraba foon laafaa kanaan inna lisaana saghiirun jirmo arrabni yoo laaltu waan xiqqaa zaatti isaa kabiirun jirmo badiin isaa immoo waan guddaadha yoo laalan nama meeqa isaan qabrii gale nama meeqa isaan addaan bahe وهو أمانة عند الإنسان الرب جتون أمانة رب بركايته ووديعة مسؤول عنها أما اللي كايو رب كن بركايته إرقا فتممكن نفو وان قلبي يد إسان الحمارا قلبي دستي الرب نجلفا دستي كيسا واني أولي ورابا نجلفا الربان أني كيسا وانجرا خير شر اللي الورابني نما قودا إن كل كلمة يلفظها الإنسان مثبتة عليه وأن علم آدم الرب لافا كنان دبت كل نسرت قلمايا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قلم جرى قلمين قدار رب دقتو ثم تعرض عليه يوم العرض الأكبر إيغا في قلمين قدام كوني قويا قافا والقيا قدتشا konferansii addunyaa kulliin itti walgeettu jalqabaa haga dhumaatitti guyyaa san namaa banamaa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تبسيغا وان دنيا رت دلغت سيبا راهي أرى الظلمين انجروا في كيتي قراتي وانقا فدرا دلغت جزادي بأمتا فإن كانت خيرا فما أحذاه وأهناه يوم بريد قلمي سنكيست قلمي فتني أرقة ملكي مركانا وإن كانت شرا فما أبسأه وأشقاه يوان أجي قباك أبنا جرت بري فتوان بداتي سلبنا دكينا أرأد لقة وهذه النعمة غيرها من النعم نعمان الربا فور ربنا ما كيسكاه أكا اتدب سيسبك اتين دنبتن كوني أكما نعمة برا خير التل إن فيد منيني شر التل إن فيد من العياذ بالله وتأمل إلى أحوال الناس ما إلمنا مالالي أرؤم قويا أدوم باتي كنرا هقا أما أسجين نتي الدنيا تنرا كون محاضرة قد علمي دعوانا متي قد إن كون أمو وانا أدى لالي سنين طليافا بريسف قومنتي جلت بريسا إن كون أمو غنمرا هقا أماتي قرآن قرأي إن كون أمو تسبيح سبحان الله لا إله إلا الله جدي كون أمو هقا أدوم باتر هقا أماتي سربي رفي كون كرا خيرتي نما واما كون باطلتي نما واما كون نما أدان أرارسي نما ولي قلتي أدون أسجيتي إني كون أمو نما ولي قل إدو جرا ديمي نمي من أدان باسي أدو يونا اتجيتي وتأمل وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه النعمة الرب ربنا كيس كاهي كان قلت إيسا كانني إيسا بيكو يو برباد مي قرآن ربي فلدو حرفي تكا الرب لافا كان يوجدتي ثواب قرآن جلا أرغتا يو لما دقدما يو سده صدوما أكسمان أوفي وتأمل التسبيحة الواحدة سبحان الله ويتتكا ميلالي دلقا بريدا وانسان دليدي فكم من غنائم وكنوز يتحصل عليها العبد بلسانه كانني دلبي خيري تكا ويته ويلكو سوان أماته وان علم آدم الرب لافا كانان دلقته إرغيتو دنده كن كانني الرب نوك أبو الرأي
عباد الله، هذا اللسان الصغير له خطورات عظيمة، له خطورات عظيمة. الربن لا فنفون ديمان كوني وانهما وانبدا ميتا دكان مرة هنجو. أولا فإن أكثر ما يكون يخافه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هذا اللسان الصغير. الرجدان الرجبان تقفى والنبي كنا أنا سل صداتني إسان أسر ديمني تق أربكنا. روى الإمام الترمذي عن سفيان الثقفي وفيه قال قلت يا رسول الله يا إرجم ربي جئين جاء سفيان ما أخوف ما تخاف علي وأن الرجبان أتنا صدات مالي وأن جبان أتنا الرت صدات نبلسا أتي صدات مالي جئيقا فنان فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا الربع في قباسني قبني رسولي كان في صدات جانين وأمرا أولت واني أنسي صدادو الرب مكي كسكي سجر كنا جانين هاغنا هماتا. ثانيا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام لما فرسول لربي حقيقة إسلاما نما مسلما يودبة المسلم من سلم المسلمون إسلام لغا جيشون نما إسلام ننغي بهجان من لسانه ويده الرب إسات كان منجين كان موان بدون نمن كهركا لنا ممين يا حديث أبا موسى الأشعري كيستك صحيحين قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل إسلام كيسا كمت إر قدأ كمت إر جبا جدي قافت جد أبا موسى رسولا قال من سلم المسلمون من لسانه ويده إسلام الرجال ججون إسلام مسلم تون نغايا بيان الرب إسات فرك إسات الراجعنين. ثالثا وأكثر ذنوب ابن آدم من لسانه غرغدان بدي علم آدم الرب إسات الراي الرب الراء فبائم معصيا لا علم آدم معصيا كدلقو الرب إسا فولا فاكناني عن شقيق قال لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا أكن جل شقيق قافتكو عبد الله بن مسعود رفي قار صفا قبرت لبيك جليا ثم قال يا لسان إيقسي الرب في دبسي الرب مؤفيت الرب في دبسي أكن جلي قل خيرا تغنم وأن بريد جلي إن بوجي أتا اسكت تسلم يوكا جلسي نغيا باتا من قبل أن تندم حق سينا ستين دفن جان جتتي جتكاسك جتكي سنبودا واني بدان أرقمي سينا ستين أغيما يوكا جل جريا قلنا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته جتكنا أفر جتمو رسول رجيت أتي جنان قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الرسول رجي أكنك جرا إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه قرقدام باي إني بدي علم آدم الرب إسا كيس رسول جدن أجهي جدن. رابعا أفرف الرتي وما من يوم ينشق صبحه ويان تكنتو كغنم نيسا دكنان لوه كبرين دكنان بريتو إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان قامن نقبن بالليت تن كلين الربا إيجتي الربا هجتي يوكا الربا سينويت الربا ندام الستي. تقول في حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري الأعضاء إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يو أدوم بريت كل عدد قيات قامن إلمان آدم الربا فقجت جان الربا إيجت يو كاني الربا سينفت الرباتي ديكمت. تقول اتق الله فينا
الربه نكيست ربي صدادو جتك آمنك إن كلين فإنما نحن بك نسين قبمنا سين طلل فإن استقمت استقمنا يو أتكرا رغات الرقدابت نلي قدابنا وإن اعوججت اعوججنا يو أتجلت تنجلنا الرب ربي صدادو جت جلن عدد قويات قامن علم آدم قبو كلين خامسا وأكثر أسباب دخول النار بسبب اللسان شنفرت غرغدان سببان إبد جهنم قلنين الرب في فولا فديما نمكيسا سربكنان روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة غرغدا وان جنة ربنا مسينسيسو ما لجأني رسول غافنان قال تقوى الله وحسن الخلق رب صدات في عمل بريد جأن وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار غرغدا وان إبد جهنم نسينسيسوه ما لجأني غافتمنان قال الفم والفرج أفان كان الرب لا فاكنا في نفسالات تباي إنان إبد جهنم نمقلشا جأنين وفي رواية أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار بيتني جأن الرسول لقافة قرقدام بائنان واني إبد جهنم نما سينسس مالي ججو بيتني جنان ربي رسول بيك جأنين سهبا قال فإن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج الأجوفان بائنا واني إبد جهنم نما سينسسا أول ما نجأنين أفاني في نفس على لمانتو بائنا علم آدم إسان إبد جهنم قال جأنين سادسا من ضمن لسانه نمني الرب إساء قبته فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رسول الله جنة إساء أفقبني جرا نمني الرب إساء توهته كوان بدون وان فكتون وان رب جبون دبة جنة أن أفقبيف جأن في حديث رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكن جأن حديث سيهين تتي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نما أفناك أبجأن وان أريد إسا لمان الدوجر ميل إسا لمان الدوجر نما أفناك أبي أنس جنة أفقباف جأن نمني وان بدون دلقين نفا إسا سالان نمني وان بدون دبة الرب إسات أن اللي جنة ربي أفقبا فجأن فإن عظم الجزاء ما عظم البلاء جزاء نما قدته يوم كرتين قدته الربني الرحمة وان علم آدم اتم مكرميتي جنني ربي اللي الرقدا والرب كن قبروت إسا ورق أجيلي قياك يا ما جزاء اتندي بؤدي مراي مات رجل فأثنوا عليه خيرا نمني وحيد صحاب الرسول وان بريد إرت دبتني رسول جنة رغنيف أمني جنة رغيف رسولامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما لتبيتني كجنة جتني همتا لعله تكلم فيما لا يعنيه وأن سنقلتين كيس قالوا أول ملا ما يتبيتن كجنة تهو جانين أمني وان إرى أرقوان إرى بيكوف جيدي يوغيا تقوان سنقلتين كيس قالي دبته هو جاء الرسول سابعا وأما إذا أردت معرفة خطورة اللسان فتأمل معنى هذه الأحاديث تربى فرت الرمن بدا جتشو يوكبيكو برباد تهي بحديثكنا والرسول لمعاذ بن جبل آمن لقفا ألا أخبرك بملاك ذلك كله وأنا أما ستهم كنا قال وان كان مر ولتك أبتمي ستهم جانين واحد اتهمني أجدرا قال قلت بلى يا رسول الله
يا إرجما ربنا هم جنان فأخذ بلسانه الرب في قباسني أبنيت قال كف عليك هذا أبي جانين الرب كان أفرتك أبي معاذ كان جدي يا إرجما ربي سنوان الرب لا فكان دبنين إن قبلنا جين وأن الرب كان دبنين إن قبلنا جنان قال ثكلتك أمك يا معاذ سها أبدها تجلا أبم معاذيو وهل يكب الناس في النار على وجوههم ما أنما إنكم بلجا إبد جهنم كيست فول إسات الرت أو على مناخرهم يوكا هروق في إسان ترت كنفسا إلا حصائد ألسنتهم وأن الربن إساني همتم مليجانين أكا همتم من أن همتت قال ابن رجب رحمه الله هذا يدل على أن كف اللسان الربأ في قبون الربأ في هلون خير مرافي متادا نمني الرب إسا توهته نمني الرب إسا قبته إني وان إسا ياجسا وان إسا هلاكا إما توهته ولذلك كان أعلم ما يخاف منه النبي وأن نبي كن صداتا كنافي الرب مكين كنبان ديمن كنته وفي الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله قبرج إن دبت جأن ججتك لما صدقا تين ججتك دبت ججسن دلن ربيتي ربين أرسيتي لا يلقي لها بالا إني ويتجئ جج مافجئ ملك قلبي اتدي بسين جنة يهوي بها في نار جهنم وان سنين إبد جهنم كيستك إلي جهنم بؤجأن إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها إن بطوي جج تنتن جج أصون هبن جج وهي جدا يهوي بها في النار جج سنين قكف جأن إبد جهنم كيستي أبعد مما بين المشرق والمغرب حق بيا في سنسي أدام فقات كنجالا إبد جهنم كيس فقات يا وسمعتم حديث المرأة الصوامة القوامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في النار لقيتا حديث ويتمر دبة انت لقيا مراسو من أولتو انت لها الكمرا أكا أتبات التآبتا ترتك صلاة بلتو انت لسنين كرسول ربي ور جهنم جري لقيتا سببا نسان جج سنجرنيف كانت تؤذي جيرانها بلسانها الرب إسيت أولا جنكت ملي سلا إسين دلقا علم آدم دلقت الرا إما دلقت رب لينكيا ميتنا الرب نكبو إسا كان كهفئ الرجال الرب نكينا أكما جنة يولال تلافا كان فوني نما مرون دندو وفي قرو اسم لافا كنان جنة في جهنم اللي دلقتا جرّا نسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور ألسنتنا وأن يطهرنا من كل قول قبيح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم